اولا مشروع التقسيم ما هوش مشروع وليد اللحظه وما هوش جديد. ده مشروع بادئ من زمان جدا، ومتهيألي او لم يخفى على احد ان هو قائم بالفعل. واللي بيحصل النهارده في الشرق الاوسط هو جزء منه. المطلوب من اللي بيحصل في الشرق الاوسط ليس ثورات، ليس تغيير نظام، بل المطلوب هو تفتيت المنطقه بالكامل. ليه تفتيت المنطقه بالكامل؟ في كيان مغروز في منطقه الشرق الاوسط بيسمى اسرائيل، دوله الكيان المحتل. اسرائيل دي كلها عايشه على نبوءه، الا وهي مملكه داوود. والنبوءه ديت يعني العقيده الدينيه بالظبط هي نبوءه دينيه فعلا. نعم. حدودك من النيل الى الفرات يا اسرائيل. ثانيا ان هذه الدوله مش ممكن ان هي تكون دوله قويه ومنفرده بالسلطه في وسط وطن عربي قوي ومتماسك. فارتباط قوتها شرط اساسي بتفتيت الوطن العربي وتقسيمه. وبناء عليه صاغوا المخططات ولعبوا على تجنيد الشباب، والكلام ده من واقع اقوالهم وفيديوهاتهم ومخططاتهم. احمد بيه، هنقف بس عند حته خطيره جدا وانت حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي، بتقول ان الكيان الصهيوني ما ينفعش يعيش وسط دول الوطن العربي وهي الدول المتماسكه. يعني هل المؤامرات اللي شغاله والشكل العام من الكارثيات اللي بتحصل حوالين الوطن العربي هو اساسها الدوله الصهيونيه الماسونيه الاسرائيليه، الكيان الصهيوني داخل الوطن العربي؟ ما فيش غيرها. نعم. ما فيش غيرها. اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. لو حضرتك نظرت للتاريخ قبل هجره اليهود لفلسطين ونظرت لنفس التاريخ بعد الهجره، هتلاقي الدنيا مختلفه تماما. من الاحداث، من العمليات الارهابيه، من التفجيرات اللي حصلت، من الحروب اللي الشرق الاوسط دخل فيها. يعني هقول لحضرتك على حاجه. في واحد اسمه برنارد هنري لويس، ده مستشار وزير الدفاع لشؤون الشرق الاوسط في عهد بيل كلينتون، عفوا في عهد جيمي كارتر، الرئيس 39 جيمي كارتر. عمل مشروع تقسيم واسماه حدود الدم. قسم فيه الشرق الاوسط واسماء حدود الدم. حدود الدم. اتفضل يا فندم. سلم المشروع ده لبريجينسكي نائب رئيس جيمي كارتر. ده كان سنة كام يا احمد بيه؟ ده كان 81. سنة 81. 81 سمى المشروع ده بحدود الدم. عفوا. وحدود الدم ده بيهدف لتقسيم منطقة الشرق الأوسط. وبريجينسكي خد المشروع وقدمه للكونجرس، والكونجرس أقره، وبيل كلينتون صدق عليه. وبناء عليه تم تزويد هذا المخطط بخرائط. وبعد كده الكلام ده كله اتسرب سنة 95 96، واتفضح المخطط واتنشرت الوثائق من داخل مكتب الاستخبارات الوطني الامريكي، لدرجة ان هو كان مقسم مصر ل4 دول. وتحديدا دولة، يعني بدأ التقسيم سنة 1981، بدأ مشروع التقسيم على مستوى الشرق لا الأوسط. ده كان احدث. لا التقسيم كان بدأ قبل من كده بكتير قبل من جدا. كده، لكن ده كان احدث مشروع او احدث مشروع تقسيمي بدأ فيه من سنة 81. هو التقسيم الفعلي بادئ سنة 16 1916. 1916 ده التقسيم الفعلي. بس كان مراحل. اي تقسيم او اي مخطط لازم يعدي على مجموعة مراحل. فاول مرحلة هي كانت تمكين اليهود من فلسطين، اللي هي كانت مرحلة سايكس بيكو. مرحلة سايكس بيكو. اتفضل. بالظبط. اللي احنا فيه النهارده اللي هي المرحلة تعتبر اخطر مرحلة. نعم يا فندم. المرحلة اللي احنا فيها النهارده تعتبر اخطر مرحلة بنمر بيها. ان احنا نوصل النهارده لمرحله تقسيم الشرق الاوسط، واحنا النهارده بنحاول يعني ننتمي بالدوله المصريه ونحاول ان احنا نرتقي بيها، واحنا ما زلنا في هذا المشروع ووصلنا للمرحله الاخطر. ما هو حصل بالفعل. ما هو التقسيم حصل بالفعل. يعني عند حضرتك حصل. لما المخطط هقوله لك بالتفصيل، المخطط ده من 81. اللي حصل من بعد 2011. طب ايه رايك يا احمد بيه، ما تيجي نبص على الخريطه كده مع المشاهدين ونشرح ايه قصه التقسيم
تمام. ووصلنا يعني لمدى الخطوره اللي موجوده في التقسيم. زمايلي في الاعداد لو سمحت ممكن يعني نعرض الخريطه، ومعانا احمد بيه معانا الخريطه على الشاشه قدام الساده المشاهدين اهالينا في كل المحافظات، عشان نعرف ايه قصه موضوع التقسيم الشرق الاوسط، لان احنا النهارده بننفرد من قناه مصر البلد، بننفرد لاهالينا في كل المحافظات واهالينا في كل الوطن العربي ايه قصه موضوع التقسيم. اتفضل يا احمد بيه. ده تقسيم جمهوريه مصر العربيه زي ما هو موضح في الخريطه. اول حاجه دوله اسلاميه، دي تضم شمال وجنوب سيناء باجوارهم، ودوله قبطيه مسيحيه ديت هتكون عاصمتها الاسكندريه كما هو موجود في المخطط، وتمتد حدودها من جنوب بني سويف حتى جنوب محافظه اسيوط، ثم تتوغل غربا لتضم معها محافظه الفيوم، ومن ثم تمتد على خط القاهره اسكندريه الصحراوي من خلال مدينه وادي النطرون، وتضم اجزاء الممتده على الشريط الساحلي لحد مرسى مطروح. تمام. ودوله تانيه نوبيه تكون عاصمتها محافظه اسيوط، ودي تربط الجزء الجنوبي المتبقي من الدوله القبطيه لحد شمال السودان، وبالتالي تحصل لها تداخل مع منطقه الصحراء الكبرى، وتدمج مع دوله البربر اللي هم هيقسموها في بلاد الوطن المغرب العربي. ودوله الدلتا وتضم شرق الدلتا وتكون عاصمتها القاهره، وكما هو مخطط ليها تكون تحت الهيمنه والنفوذ الاسرائيليه. دي بالنسبه لدوله الدلتا. امال يا احمد بيه، يعني احنا شايفين دارفور على الخريطه من تحت، ايه قصه دارفور اللي موجوده؟ انت بتقول على التقسيم اللي موجود دلوقتي على الخريطه، بتقول ان احنا ما زلنا في خطوره اكتر مما سبق. تمام. بص يا فندم، لو حضرتك تفتكر القضيه اللي كانت في 2011 2012 بتاعه التمويل الاجنبي، هتلاقي ان السلطات المصريه دهمت مقرات كتير جدا بالنسبه لمنظمات المجتمع المدني، منها اجنبيه ومنها مصريه. دي كانت ايام الثوره وموضوع المجتمع المدني بالظبط كده. الموضوع ده اخذ من 2011 ل 2012، كان من ضمنهم قضيه رقم 173 لسنه 2011، والقضيه رقم 1110 لسنه 2012 جنايات قصر النيل. دي كانت تخص المعهد الديمقراطي المعهد الديمقراطي الامريكي. ده موجود او مقره في 7 شارع بولس حنا. مش اللي هو بتاع سعد الدين ابن خلدون؟ لا، سعد الدين ابراهيم ده بتاع مركز ابن خلدون. بتاع مركز ابن خلدون. بس هو كان داخل برضه في القضيه سعد الدين ابراهيم. عشان القضيه كان فيها مجموعه كبيره جدا من مصريين وفيها مجموعه كبيره جدا من اجانب. هقول لحضرتك دلوقتي كلهم بالاسماء. اتفضل يا فندم. في المعهد الديمقراطي الامريكي اللي هو موجود في الدقي، لما السلطات المصريه دهمته لقت فيه نفس الخريطه ديت اللي احنا كنا عارضينها شويه. الخريطه اللي كانت على الشاشه قدام اهلنا في كل المحافظات. نفس الخريطه اللي هي التقسيم بتاع الشرق الاوسط. مظبوط. نفس المشروع. اتفضل يا احمد. نفس الخريطه. وتم القبض على مديره المعهد ده واسمها جولي انيور. عندها 44 سنه. جولي انيور دي امريكيه الجنسيه. امريكيه. والغريب ان هي راحت اشتكت السلطات المصريه، عملت محضر في الشرطه المصريه. عملت محضر في الشرطه المصريه. على سبيل ايه؟ انتوا ازاي تدخلوا تداهموا المكان بالرغم ان كان في اذن نيابه وكل الاجراءات القانونيه سليمه؟ ان المكان ما كانش في مصر، يعني مداهمه الشرطه المصريه دهمت المكان انها مش موجوده في مصر. وباذن نيابه. وطلعت من جوه مخططات، وطلعت من جوه خرايط، وطلعت من جوه فلوس غير مسجله لدى السلطات المصريه. وراحت عملت محضر في الشرطه المصريه. عملت محضر في الشرطه المصريه. وجنسيتها امريكيه. امريكيه. اتفضل يا احمد بيه. عملت محضر فعلا. اتفضل يا احمد بيه. وتم مداهمه برضه مقر فريديام هاوس في 65 شارع عائشه التيموريه بجاردن سيتي، وتم ضبط فيه مستندات ووثائق بتؤكد التمويل وحصول هذه المنظمه على تمويل اجنبي. وتم مداهمه مقر جمعيه سهم الثقه 7 ابريل، ده غير 6 ابريل، غير حركه 6 ابريل. دي جمعيه اسمها طبعا موضوع 6 ابريل احنا هنتطرق ليه دلوقتي، لان طبعا قصه كبيره مش صغيره. مظبوط. حركه 7 ابريل لا، ده جمعيه اسمها جمعيه سهم الثقه 7 ابريل، هي اسمها كده على بعضها. تمام. جمعيه سهم الثقه 7 ابريل. وديت موجوده في عزبه الفولي في مركز ابو سوير محافظه الاسماعيليه. لما تم مداهمه المكان ده، تم ضبط مجموعه خرائط من ضمنهم الخريطه ديت، مجموعه خرائط اخرى من النظام الكروكي،
لمجموعه كنائس موجوده في مصر، وتحديدا الكنائس الارثوذكسيه. وتحديدا الكنائس الارثوذكسيه، تحديدا الكنائس الارثوذكسيه اتفضل يا اللي احمد. النهارده بتتفجر. اتفضل يا احمد. ولو حضرتك نظرت هتلاقي جميع التفجيرات اللي بتحصل للكنائس دي بس، رغم ان في طب احمد انت شايف ازاي يعني الخرائط دي كانت موجوده في هذه الكنائس، والتفجيرات اللي بتحصل في هذه الكنائس؟ ما هو ربط طبعا بالموضوع، ربط بالموضوع. ربط. المؤامره اللي هي بتبقى يعني ايه زائد ان كان المؤامره مش مؤامره. لا، زائد كمان ان كان في خرائط بتوضح تمركزات القوات المسلحه والكمان الموجوده في شمال سيناء. ولو حضرتك